السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. احنا هنوريكم دلوقتي طريقة التحضير في الجو البرد اللي احنا فيه ده، اللي هو واحد واثنين، أو زي ما بيقولوا طوبة وقمشين، يعني في الشهور التانية ديت. إن درجة الحرارة تبقى منخفضة جدا، فاحنا بنحضن باللمضة ال 200. وزي ما انتم شايفين كده أنا مغطى خالص البوكس أهو، والبوكس صغير. أنا شفت مفيش غير الفتحة دي بس قدامكم أهي، هي الفتحة دي بس اللي بتطلع إيه أو بتغير الهواء وخلاص. مقفلين خالص أهو. هكشف لكم على الفراخ بقى، أوريكم دلوقتي شكل الفراخ عامل إزاي والكتاكيت يعني. هما كانوا 150، ما فضلش غير 9. بصوا شوفوا بيلعبوا، بيجروا في المكان كله جوه، هما بيجروا في المكان. ولو لاحظنا كمان هتلاقي، بصوا شوف السقايه انا حاطط فيها ايه، حاطط فيها زلطه عشان بحيث ان هم ما يتبلوش ميه. يا دوبك منقار الفرخ هو اللي ياكل ويشرب بس، يعني ايه، المنقار بس هو اللي ينزل في الميه، لان عشان ما يحصلهمش مشاكل. اللمضه ال 200 شوف مغطي، هي نفس عشان خاطر توصل لدرجه حراره كويسه. تلاقي الكتاكيت منظرها زي ما انتوا ده اللي قدامكم دول، عمر 3 ايام دلوقتي. الكتاكيت اللي قدامكم دي شوف هم 9 في المكان كله. يعني البوكسه مش كبيره زي ما انتم شايفين خالص اهو. الشاره تحتهم ناشفه، اللنده شوف عامله ازاي. هم حتى يعني ايه، لو لاحظت هتلاقيهم هربانين من تحت اللنده وواقفين في الناحيه التانيه خالص هناك اهو. ليه؟ الحراره بتاعتهم كده، اللي هي الحراره المظبوطه. انا عاوزهم يفضلوا كده، حتى هي لو عاليه. شوف انا كشفت اهو، احنا الدنيا كلها خالص اهيت، مش اي مشكله خالص. ده بيسمح بتغيير الهواء، العلف قدامهم، الميه. انما غير كده الفراخ تبرد، لو نامت على بعضها تبرد. لو اتبلوا ميه مثلا من العلافه هنا كده يبردوا برضه، نفس القصه زي ما انتم شايفين اهو. يبقى احنا هو ده الشكل العام، او ده الشكل اللي لازم تحضن بيه في الايام دي، اللي هو واحد واثنين من الشهور. يعني شهر واحد وشهر اتنين ان درجه الحراره بتكون برد جدا، فلازم تحضن بالطريقه دي. اللنده بتغطي بالغطا بتاعك زي ما انتم شايفين اهو، اي غطا انا مغطي بيه خالص اهو، قافل خالص. طبعا احنا عشان خاطر احنا بنصور دلوقتي الفيديو الصبح يعني، فانا مقفل عليهم طول الليل. انا باجي اعمل ازاي بقى دلوقتي؟ انا حسيت لهم مثلا الجو حر زي ما انتم شايفين كده، والفراخ نقله الناحيه التانيه، هبتدي بقى انا جاي مهوي مثلا نص تهويه كده، بس كده. خلاص كده الدنيا تبقى تمام اهو. انا كده هويت والدنيا تمام، وكمان معانا الحر جاي، مش اي مشكله خالص. لكن هو شكل الفراخ لازم يكون كده. اللندا زي ما انت شايف، اللندا كبيره، انا مش عارف بس هي هتبقى جايه في البتاع. دي اللندا الكبيره، هم هربانين من مكان اللندا اهو زي ما انتم شايفين، وكلهم في الناحيه التانيه اهو. طبعا هم دلوقتي بس يتكلموا على بعض عشان خاطر ايه، خايفين مننا يعني، مش اي مشكله خالص. وزي ما انت اهو، الملحوظه بتاعت السقات دي ضروري جدا. السقات بالذات في التربيه اللي في البيوت، الزلط ده ضروري في العمر الاولاني، اول 3 4 ايام، بحيث ان هم ايه ما يناموش على بعض، هم بيشربوا الكلام ده كله فيبيلوا بعضهم. لا اما بقى بترفع السقايه زي ما قلنا قبل كده، بنرفعها، بنجيب غطا سقايه زي الغطا اللي موجود ده ونقلبه ونحط السقايه عليه، بحيث ان هم برضو ايه صدرهم ما يتبلش ميه، لان لو اتبلوا ميه بيبردوا. بالاضافه كمان لو انتوا لاحظتوا هتلاقي الفرش تحتهم ناشفه خالص، هو بسبب ان الحراره كويسه والدنيا تمام معاهم باذن الله. وده اللي احنا عايزينه في الجو اللي قدامكم ده كده، ان درجه الحراره تبقى بالطريقه دي، او شكل الفراخ يبقى كده منتشرين في المكان. الكتاكيت قدامكم بسم الله ما شاء الله، مفيش اي حاجه خالص فيها، ربنا يحسن سوهم يعني. تمام كده، ده اللي احنا عايزينه. اكلهم قدامهم كده. حتى بصوا النشاره عامله ازاي، دي كمان النشاره بس شوف اهي ناشفه خالص من الحراره اللي موجوده تحت اهي. ولا اكنها لسه مفروشه، يعني مفيش فيها اي مشكله خالص. انما غير كده بقى يبقى الفراخ تبقى تعبانه، يعني غير المنظر ده تعبانه. وطبعا الملاحظه احنا حاطين هنا الميه عكس اللندا عشان نبقى بس متفقين، لان اللندا لو الميه دي لو اتحطت تحت اللندا دي هتدفيها. العلف كده كده هم بياكلوا وبيبعدوا عنه، ولو كلوا حتى وناموا في العلافه يبقوا نايمين تحت اللندا مفيش مشكله. انما الميه لو جت تحت اللندا هنا كده، يعني شوف الميه فين اهي، لو الميه بقى جت الناحيه دي، الميه لو جت الناحيه دي تسخن، وهتبقى دي مشكله. بس برضو دي برضو من ضمن الملحوظات. طيب انا بحط دفيت لمضتي وكل حاجه وتمام، وانا مغطي، حاسس ان الدنيا بقت حر جامد. لو انا حاسس ان هم زي ما هم بعدوا بقى بالمنظر ده كده، ابتدي اقوم جاي أنا مثلا ايه مهوي نص تهويه، تهويه كامله، حسب ما انت بقى بتشوف حاله الحاجه اللي عندك عاوز ايه. هي بس قدامك اهو، احنا كده كده هوينا شويه من فوق اللمبه بحيث ان هم ايه الدنيا تبقى تمام. وده اللي احنا عايزينه منكم في الجو اللي هو واحد واثنين، عشان خاطر الفراخ ما يحصلش معاهم مشاكل زي ما قلنا قبل كده. ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.